بقول لك ايه يا معلم شناوي؟ امان عليك لا تصحصح وتركز كده في الماتش بتاع انتر ميامي ده هيبقى ماتش الافتتاح ومش عايزين اي جوان تدخل فينا. يا عم دي شغلانه منيله ب60 نيله. انا مش عارف إيه الماتش اللي هيبقى الساعه 3 الفجر ده انا اخر في السهر لحد الساعه 12، ومش عارفين يعني هننام ونقوم على الساعه 2 كده، ولا هنسهر لحد الساعه 3 الفجر، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هتنام وتقوم ايه بس الساعه 2 يا أستاذ شناوي؟ انت جاي تتسحر؟ وبعدين فيه فرق توقيت، يعني الساعه 3 الفجر دي هتبقى عندنا هنا في مصر، لكن عندكم في امريكا هتبقى الساعه 9، يعني احنا اللي هنسهر مش انتوا. والله ما عارفين نلاقيها من فرق التوقيت ولا من الفريق المنيل بتاع انتر ميامي ده. دول عندهم ميسي ولويس سواريز في الهجوم، انا مش عارف هعمل معاهم ايه. ده الواد ميسي ده بيجيب اجوان 3 دي زي افلام الخيال العلمي كده. لا يا أستاذ شناوي انشف كده. وبعدين دي فرقه تعبانه، وميسي ده تخاف منه ولما يكون في برشلونه ولا في باريس سان جيرمان فرقه تقيله كده يعني. انما هو دلوقتي زيه زي مصطفى شلبي بتاع الزمالك، يعني ما تقلقش منه. وبعدين هيبقى قدامك خط دفاع، يعني مش هتبقى لوحدك. انا بقى مش قلقان غير من خط الدفاع بتاعنا ده. هما لو يسيبوني لوحدي كده اصد من غير ما حد يقف قدامي ابقى مبسوط واخر حلاوه، وما خليش ولا كوره تدخل في الجول. ايه اللي بتقوله ده يا سيشن؟ ازاي تلعب من غير مدافعين؟ وبعدين ده انت عندك ياسر ابراهيم واشرف داري ما لهمش حل في الدفاع، ولو وقفوا قدامك مفيش كرة هتعدي منهم وهتجيلك. ربنا يسترها بقى. بس يا سلام لو الواد رامي ربيعه موجود كنت ابقى مطمن. ده ساعة كان معانا في الاهلي وبنلعب اي ماتش كنت بسيب الجون واروح الكانتين بتاع الاستاد، اكل سندوتشين واشرب لي كوبايه شاي. سهله يا سيشناوي. هو هنا في امريكا مع نادي العين الاماراتي، واليوم اللي ما يبقاش فيه ماتشات للعين نجيبه يلعب في الاهلي وياخدوا اليوميه بتاعته. وبعدين انا عندي فكره، احنا نطلع واحد من المدافعين وننزل مكانه مصطفى شوبير ويوقف معاك في الجون، وبكده مفيش ولا جون هيدخل فيك. لا يا عم، انا اقف لوحدي ويدخل فيه 10 جوان عادي. اصلا انا في حراسه المرمى زي الفريق، ما بحبش حارس شريك. وبعدين ده في 2 حراس مرمى تاني، مخلوف وسيحه، وعايزين يقفوا برضه في الجول ويلعبوا في البطوله، وكده هتبقى ميغه. ايوه فهمتك يا سيشنو. انت عايز تقف لوحدك في الجون حتى ما يبقاش لك بديل. المهم، انا عندي معلومه خطيره، ان الواد ميسي ده بيلعب برجله الشمال وبيشوت على الزوايا البعيده، فحاول تفرد ايدك شويه على قد ما تقدر. جبت التايهه انت يا اخويا. وبعدين ده انا بحس الواد ده بيلعب بايده الشمال مش برجله. ده لسه جايب جونين مع انتر ميامي في الدوري الامريكاني، انما ايه صواريخ. ده بيقول لك حارس المرمى بتاع الفريق التاني ده جاله شد في العمود الفقري. يا سيدي ان شاء الله يتعمى عن الجون بتاعك في الماتش ده. المهم دلوقتي انا عايزك اي كره تجيلك ورا يعني تيجي باعتها لقدام على طول عند زيزو وامام عاشور وسام ابو علي، وهم هيخلصوا الليله. يا باشا من غير ما تقول، انا اي كرة بلمعها في ال 18 عندي بايدي وبرجلي وبروح مشيعها لقدام على طول. وان شاء الله ما تقلقش، هنفوز على انتر ميامي 2-0. اتنين ايه بس يا سيشينو؟ قول تلاتة أربعة، عشان لسه قدامنا بورتو والفرق التاني الملاين البرازيلي ده. عايزين حتى نتعادل مع فريق ونفوز على فريق عشان نصعد في الدور اللي بعد كده.